بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معاكم ندى من قناة توتا هاند ميد. ان شاء الله هننفذ مع بعض الطاقة اللي شفناها في اول الفيديو، فتابعوني كده ومتنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس. معايا هنا ده ستان مضلع، معايا قطعتين طول 20 في عرض 4 سنتي، وقطعتين طول 22 في عرض 4 سنتي برضو. هنقول كده بسم الله. هنبدأ الأول بالقطعتين طول 20. طبعا الستان احنا عارفين لازم نلسعه كده بالولاعة عشان ما ينسلش معاه. نلسع الطرفين. هبتدي هنا هستخدم البي 7000 عشان ألزق الطرفين في بعض زي ما هنشوف دلوقتي. دول هيبقوا القاعدة اللي من تحت بتاعة الفيونكة. بالراحة كده واحدة واحدة. طبعا البي 7000 بيقعد شوية قبل ما ينشف، فلازم امسكه كده بكليبسات لانه مش بينشف بسرعة، يعني تقريبا دقيقتين 3 دقايق كده. فانا عملت دول الاول وبعدين هشتغل في الجزء التاني بتاع الفيونكة. ادي اول قطعة كده، نتأكد ان الكليبسات محطوطة مظبوط على الاطراف عشان تلزق. وهركنها على جنب. هجيب القطعة التانية. طبعا مش صح ان احنا نسيب البي 7000 مفتوح كده، يعني ده غلط خالص، انا بس نسيته. وهبتدي ان انا الزق القطعة التانية برضو. القطعتين دول زي ما قلنا ان دول طول 20 سنتي في عرض 4 سنتي. عرض الستان المضلع ده 4 سنتي. ممكن تعملوه بالستان العادي برضو، بس انا حبيته بالمضلع اكتر. نحط الكليبسات زي التانية بالظبط، ونتأكد انها محطوطة كويس عشان يلزق. على فكرة لزق البي 7000 ده قوي جدا ما شاء الله عليه، يعني بصراحة تحفة. وهركنها برضو. شوفوا بقى انا جيت هنا اقفل البي 7000، شوفوا دخل بصعوبة ازاي. ما نسيبوش مفتوح، يعني نستخدمه ونقفله على طول. هنا دي القطعة التانية طولها 22 سنتي في عرض 4 سنتي. انا شغلي في الفيونكة كله بعرض 4 سنتي. نلسع اطرافها كده بالولاعة. بصوا بقى انا هعمل انا جبت الطرف اللي تحت تنيته على الطرف اللي فوق اهو. تاني معايا عملت مثلث، عملت مثلث. هظبطه كده وهبتدي ان انا السع بالولاعة والزقهم في بعض عشان يمسكوا في بعض. بحيث ان انا محتاجش اخيط، هو بلزقة الولاعة بس كده. اتأكد انها ملزوقة كويس، اهم حاجة عشان ما تفكش مني. اهو بصوا ده الشكل النهائي. برضو الجنب التاني بجيب الطرف اللي تحت برفعه على الجنب اللي فوق، وهثبتها برضو بالولاعة.
انا مش مسرعة الفيديو عشان تشوفوا كل التفاصيل بتاع الشغل وعشان لو هتنفذوها. وهنا بأكد ان هي ملزوقة كويس. تمام، هبتدي انا حطيتهم على بعض كده، بحدد النص، بحدد نص الشريط بتاع الستان. تمام، انا بالنسبة لي كده باين النص. هبتدي اجيب الطرف ده على الطرف التاني، المثلثين احطهم على بعض. انا هوضحها لكم بعد شوية، احط لكم دبوس لان عشان تبقى واضحة في الكاميرا. انا بالنسبة لي عادي ممكن اشتغل كده، بس عشان اوضحها لكم هتلاقوني اشتغلت وحطيت دبوس دلوقتي في النص عشان تبقى التانية اللي انا تنيتها في الستان عشان احدد النص مش باينة في الكاميرا. شايفين انا بوريكم ان المثلثين على بعض، قاعدة المثلثين على بعض اللي هي المكان اللي انا لزقته بالولاعة، الاتنين بحطهم على بعض، البداية عند البداية والنهاية عند النهاية. هيبقوا عاملين رقم 7 كده. اخر رقم 7 من تحت اللي هم عاملينه ده بيبقى بحطه على نص شريط الستان بالظبط. يعني النقطة اللي هم عاملينها رقم 7 دي، النقطة اللي من تحت اللي هم بيتقابلوا فيها، اديني عملت دبوس اهو عشان تبقى باينة اكتر. ادي المثلث، الحتة اللي انا لزقتها بالولاعة، وادي الجنب التاني برضو اللي انا لزقته. بصوا هحط الاتنين على بعض كده. تمام، وهمسكهم بالكليبسات عشان يفضلوا على بعض ما يتحركوش. وبعدين زي ما كنت بقول لكم، رقم 7 اللي عاملينه ده النقطة اللي بيتقابلوا فيها هما الاتنين تبقى على النص بتاع اللي عند الدبوس بالظبط، على نص شريط الستان بالظبط. وبعد كده هروح عادلة الكليبسات، هجيب الجنب اللي ورا ده اللي مش ممسوك معاه هحطه في الكليبس عشان ما يتحركوش، لاني هخيطهم بعد شوية. تمام، اتأكدنا ان هما محطوطين على بعض مظبوط بالشكل ده. هبتدي اجيب الابرة والخيط بتوعي. في شغل التوك في الفيونكات والحاجات دي كلها، الشغل يعني بشريط الستان، لازم على طول يبقى جنبي ابرة وخيط ملضومين لاني بحتاجهم في التثبيت. انا ببتدي كده، دي غرزة سراج عادية. اهم حاجة اتأكد انه مفيش حاجة تتحرك من اللي انا كنت حطاهم على بعض. زي ما احنا شايفين كده، خيطتها غرزة سراج عادية. اشيل بقى الدبوس عادي، وهبتدي ان انا اعمل ايه، اضيقها كده، اشدها على بعض، اكشكشها يعني على بعض. والغرزة السراج اللي انا بخيطها تبقى غرزة واسعة، ما تعملوهاش ضيقة عشان لما تيجوا تشدوا الخيط
يتشد معاك ويعمل الكشكشة اللي بتحصل دي. وهنبتدي ندخل الإبرة تاني عشان نجمد عليها. انا هنا الخيط اتقطع مني، هعملها تاني وارجع لكم اهو. ده انا دخلت كده الخيط تاني وببتدي بقى ايه، اقفل الخيط كويس، اثبته كويس. ده كده النص الاولاني من الفيونكة العلوية. نبتدي كده اعدل بالراحة واركنها على جنب. هعمل التانية برضو زيها بالظبط. زي ما قلتلكوا دي طولها 22 سنتي وعرضها 4 سنتي. هنلسعها بالولاعة زي ما اتعودنا عشان الستان ما ينسلش. خلي كده تعودي شغلك كده يبقى نظيف ومظبوط، لانه لو هتعملي مشروع او هتلبسي ولادك حاجة ما ينفعش الشغل يبقى فيه خيط طالع كده ولا فيه ستانة منسلة. لازم يبقى شغل مظبوط نظيف. طبعا هنا انا حددت النص اهو وحطيت دبوس. لو الجزء اللي فات ما كانش باين، هنا انا عاملاه بالراحة هيبان اكتر. جبت طرف الستان وتنيته على فوق عشان يعمل لي مثلث، وبعد كده هبتدي ألسعه والزقهم مع بعض. الولاعة برضو أساسية، يعني في شغل الستان الولاعة والإبرة والخيط يبقوا معاكي دايما. ألزقها كده واحدة واحدة وأتأكد إنها ملزوقة كويس. تمام كده. هجي برضو في الجنب التاني اخد الطرف اللي تحت اتنيه على اللي فوق، هعمله مثلث برضو. انا سايبة الفيديو شغال بالراحة خالص براحته واحدة واحدة علشان الشرح يبقى باين، واللي عاوزة تطبق تعرف تطبق بسهولة. تمام. هاجي هنا بقى، دي ما بنتش المرة اللي فاتت، انا بقص طرف المثلث، طرف بسيط خالص من المثلث، البوز بتاع المثلث ده بقصه وبقى بقفله بالمكان ما قصيت كده بالولاعة. بقص الحتة الصغيرة خالص دي، بصوا حتة صغيرة خالص بقصها واقفلها بالولاعة زي ما عملنا. هتني طرف المثلث ده على طرف المثلث ده اهو، المثلثين على بعض، وهمسكهم بالكليبسات لحد ما اجيب الظهر والزقه معاهم برضو. اخد بالي رقم 7 اللي عاملينه المثلثين دول، النقطة الالتقاء بتاع المثلثين اخليها على الدبوس، على علامة الدبوس اللي هي النص بتاع الستان، وامسكه ارجع امسكهم كلهم مع بعض. يا رب يبقى الشرح واضح
ولما تيجوا تطبقوا يكون سهل عليكم. وأخيطها برضو بالإبرة، ألضم الإبرة الأول. أنا ما بعرفش ألضم خيط الإبرة غير بالطريقة دي. وهبتدي أخيط غرزة سراج عادية خالص، وواحدة واحدة أشيل الكليبسات. أهم حاجة مفيش حاجة تتحرك من مكانها. طبعا لو في صوت خبط أو حاجة باين في التسجيل بتاع الفيديو غصب عني، لأن في عمال شغالين في العمارة اللي أنا فيها. كده خيطناها كلها غرزة السراجة، وهبتدي ان انا اضيق واعدلها كده وايه وانا بكشكشها. نروح داخلة فيها تاني. هي شوية بتبقى متعبة، بس يعني واحدة واحدة بتيجي. بقعد ادخلها كده كذا مرة عشان خاطر الكشكشة تبقى ثابتة متفكش معايا. طبعا بالراحة وانتوا بتشتغلوا. انا هنا بزق الابرة في الترابيزة عشان خاطر ما تعوروش نفسكم. وهبتدي بقى ان انا ايه اربط اخر الخيط. هو هنا الخيط اتلخبط معايا، حاولي كده بالراحة تفكيه، يعني حاجات كلها بتحصل عادي، بس واحدة واحدة بتظبط كل حاجة. هو كده كده كل ده هيستخبى، يعني كل ده مش هيبقى باين. الخياطة دي ولسه هنستخدم مسدس الشمع، كل ده مش هيبقى باين، فما تقلقوش، اشتغلي براحتك خالص. كده قفلنا ثبتنا عليها كويس. لو في اي خيط زيادة او حاجة طبعا قصه. نبتدي نفردها كده ونعدلها.
ده كده النص التاني بتاع الفيونكة. دي الفيونكة العلوية، مننساش ان احنا سايبين الجزء السفلي بتاع الفيونكة على جنب بيلزق. هبتدي اركن دول بقى على جنب، اجيب الجزء التاني اشوفه، الحمد لله هو لزق كده معايا تمام. ظبطي خطواتك الاول قبل ما تشتغلي في اي حاجة، فكري وظبطي الدنيا ورتبي في دماغك، شوفي هتعملي ايه الاول وهتعملي ايه بعد كده، بحيث ان لو في حاجة عايزة تصبر يعني تصبري عليها شوية، ما تعطليش نفسك، لا اعمليها في الاول وسيبيها على جنب واشتغلي في حاجة تانية. تمام، لو كنا اشتغلنا الفيونكة الاول وبعدين جينا اشتغلنا الجزء اللي هو اللي انا ماسكاه في ايدي ده، كنا هنضطر ان احنا نوقف شغل، نستنى لحد ما ينشف. طب وليه؟ طالما مظبطة افكارك ومرتباها كويس، هتلاقي كل حاجة سهلة بإذن الله. انا كده دخلتهم، لو واخدين في بالكم انا كده دخلتهم في بعض، وهبتدي ان انا ايه اخيطهم من النص برضو. وكل حاجة سهلة والله، كل يعني الحاجة اللي مبتعرفيش تعمليها اتعلمي وحاولي وجربي مرة واتنين وتلاتة. يعني الواحد اللي بيعملوا حاجات واشغال دول ما طلعوش لقوا نفسهم بيعرفوا، لا اتعلموا وتعبوا. انتي لو هتشتغلي حاجة لبنوتك تبقى انتي عاملاها بايدك، لو عاوزة تعملي تشتغلي كمشروع صغير في بيتك وانتي قاعدة معززة مكرمة مش تحت رحمة حد، هتقدري تعملي كل ده. بس هي الفكرة ابدأي، ابدأي رتبي افكارك الاول وابدأي. انا هنا خيطتها من النص كده زي ما انتوا شايفين، وابتديت ان انا ايه كشكشتها وهبتدي اثبت عليها. بلف كام لفة كده بس عشان ألمها على بعض، أكشكشها على بعض كويس، وبعد كده ايه هقفل الخيط بتاعي. انا كده بربط الخيط بتاعي، نهاية الخيط بتاعي بربطها، بس هو عشان قصير مش عارفة بقى، يا رب يكون باين معاكم. هبتدي اظبطها بقى كده، بحيث لو اتعوجت او حاجة وانا بخيطها بالراحة واحدة واحدة هبتدي اظبطها. كده انا بعدلها، بحاول الجنبين يبقوا زي بعض او قد بعض، وهبتدي الزق الفيونكة بقى اللي من فوق بايه ببعض. انا شغلت كده مسدس الشمع، طبعا ما كنتش مشغلاه من اول ما ابدا، زي ما انتوا شايفين اخرنا ازاي، هيبقى هو ده الايه الشكل. هروح عبال المسدس ما يسخن وهرجع لكم تاني.
المسدس هنا سخن اهو. هبتدي ان انا الزق الاول الفيونكة اللي فوق في بعض. انا ايدي بعدت، فمن مكان ما خيطنا كده بنحط الشمع. تمام. وبجيب، انا قفلت المسدس برضو، وبجيب الجنب التاني والزقه في الشمع. يعني بتفضلي مثبتة ايدك شوية لحد بس الشمع ما يمسك مع بعضه. احنا كده كده في الشتاء، بس هو لازم يبقى سخن جامد جدا علشان خاطر يلزق في الشتاء اللي احنا فيها والبرد اللي احنا فيه ده. هتفضلي ماسكة ايدك شوية كده بيهم لحد ما هتلاقي الشمع نشف خلاص. بس اهم حاجة في البداية لازم يبقى حرارته عالية. اهو كده يعني سيبت شوية. كده الشمع نشف خالص. ده شكل الفيونكة. نيجي بقى نلزقها على الفيونكة التانية اللي هي القاعدة بتاعتها. كل ما باجي اخد مسدس الشمع الكاميرا بتتحرك، معلش. هبتدي احط الشمع كده، وخدي بالك وش الفيونكة فين وظهرها فين عشان ما تلزقيهاش غلط، لان خلاص الشمع جه على الستان. خلاص انسي بعد كده لو عملتي حاجة غلط لازم هتعيديها، لانه ما ينفعش، لا بيطلع ولا بينفع نداريه. فلازم بالراحة واحدة واحدة وكل حاجة تبقي مظبطة. نضغط عليهم كويس عشان يمسكوا في بعض حلو. هبتدي هنا بقى اعمل كده الفيونكة خلصت. هبتدي ان انا اغلف الطوق بتاعي ده. ستان مضلع برضو، نفس اللون، بس 1 سنتي عرض 1 سنتي. هنشوف مع بعض كده هنبتدي ان احنا نغلف الطوق ازاي. دي قطعة كده هنحتاجها للفيونكة، زي ما قلتلك كل حاجة هتتدار. وبالراحة وانتي بتستخدمي الشمع، لو نقطة وقعت غلط حاجة بتاع خلاص الشغل بتاعك للأسف هتضطري تعيديه من تاني. طبعا القطعة اللي احنا حطيناها دي بصوا دارت بقى، خياطة، شمع، اي حاجة دارتها خالص. عشان كده بقولك شغلك لازم يبقى نضيف. ما ينفعش تبقي عاوزة تعملي مشروع وتبيعي للناس حاجة وهي مش مظبوطة. اذا ما كنتيش انتي نفسك راضية عن الحاجة دي، لا يبقى ما بلاش. يعني انا كده انا ما احبش اعمل حاجة اطلعها لحد وانا نفسي مش راضية عنها. هو ممكن يبقى مثلا فيها ديفو صغير يبقى قابل بيها عادي، لكن انا لا، معلش ما اقبلش. نلسع طبعا الطرف زي ما متعودين. انا اسفة لو ايدي بتبعد.
بس ان شاء الله يعني يا رب تكون باينة. انا هنا بقفل القطعة دي كده. دي كده الفيونكة خلصت. الشمع بس كده بيسيب خيوط كده، تشيليها طبعا وتنضفيها. هبتدي بقى اجيب الطوق بتاعي، هقفله بالستان الايه 1 سنتي. هو ده طوق معدن، بس هو انا شارياه متبطن كده باللون الاسود. انا جايباه باللون الاسود عشان يليق على كل الالوان. كان في بتبقى داستة على بعضيها بس الوان مختلفة، بس انا مرضتش اجيبها بصراحة، جبت الاسود. وفي بقى مش متبطن، يعني في معدن كده بس، طوق المعدن كده بس، ده بقى يعني المتبطن ده اسهل. انا ببتدي اهو اغير اللون بتاع الطوق. انا للاسف الموبايل فصل وانا ما خدتش بالي خالص، التصوير فصل. فانا هنا كده بطنته بالستان المضلع لون الكشمير. شوفوا معايا بقى، انا لسه هبطنه تاني بالشريط اللي بيلمع ده، فتقريبا هي نفس الفكرة، مفيش اختلاف. فهو اللي هنعمله هنا مع الشريط اللي هو اللي بيلمع ده، هو نفسه اللي انا عملته في الستان المضلع. وانا هحاول اعيد لكم تاني في توكة تاني او موديل تاني التبطين بتاع الطوق. بس انا غصب عني والله فصل وانا ما خدتش بالي. وانتوا شغالين بالبقرة اللي هي اللي بتلمع دي مع الشمع، خلي بالكوا لان هي يعني فيها ايه، هي زي التل كده بس، يعني التل بتبقى الفتحات اللي فيه واسعة شوية، لكن دي فتحات فيها ضيقة خالص. وانتوا بتحطوا الشمع ما تدوسوش، ما تضغطوش من فوق قوي، لانه هتلاقيه بيطلع في ايديكوا، يعني بتنفذ الشمع، بتنفذه الناحية التانية. مش عارفة ايه بتنفذ دي بتنفذ الشمع الناحية التانية، على عكس الستان مش بيعدي الشمع. تمام كده. انا حطيت كده، لزقت اللي هي الشريط اللي بيلمع ده من ورا، وبعد كده جبت القطعة اللي هي الستان دي عشان خاطر بثبت بيها. ده نفس اللي عملته وانا بعمل الشريط الستان، وانا ببطن الطوق باللون الكشمير. زي ما احنا شايفين كده قفلناها بالطريقة دي.
الفيديو طويل معلش، بس والله انا حبيت ان كل حاجة تبقى واضحة وباينة علشان اللي حابة تنفذ. يعني بجد في فيديوهات كتير بس اللي هو مثلا بلاقيها سريعة، الشرح فيها ممكن اللي لسه بصوا بالراحة واحدة واحدة. شايفين ايدي بتلزق ازاي؟ لانه الشمع بيعدي من الشريط، فبالراحة واحنا بندوس. يعني بصوا بحذر كده، ما تدوسوش جامد يعني. حبيت ان الشرح يبقى بالراحة، بحيث اي واحدة لسه مبتدئة هي لو شافت الفيديو ده وطبقت عليه تقدر ان هي بسهولة جدا تنفذ الموديل وتعرف ان هي تعمله، ما يبقاش صعب عليها. لان في لقطات كده بتعدي في النص، ممكن هي يعني لان هي لسه اول مرة او لسه في الشغل ده جديد ما تعرفش هو ايه اللي حصل. فانا خليت الفيديو لا قطعت فيه حاجة ولا خليته سريع، بحيث ان الكل يستفاد. واحدة واحدة كده بنلزقه بنحط الشمع ونلزق زي ما قلتلكوا بحذر وانتوا بتستخدموا الشمع. الشريط ده جميل قوي، بس للأسف ما لقيتش منه غير اللون اللي هو الكشمير ده. كان نفسي الاقي الوان تانية لان انا جايبة الوان ستان تانية زي ما شفنا في فيديو المشتريات، بس للأسف سألت عليه ما لقيتش غير اللون الكشمير ده. شايفين الشمع ازاي بيطلع؟ عليه افضل الصلاة والسلام. انا عايزة اقول لكم انا عملت الطوق ده لبنتي، او وهي كانت في الحضانة. اول ما جت بصوا كانت يعني طايرة بيه والله، وانا كنت فرحانة جدا اني انا عملت لها حاجة بايدي وهي مبسوطة بيها قوي كده، واصرت ان هي تروح بيه كمان تاني يوم. فبجد يعني شعور جميل قوي لما تشتغلي لبنوتك حاجة، او يعني بصوا هتبقى فرحانة بيها كده وانتي هتبقي فرحانة بيها كمان. يعني مامي اللي عاملة لي ده، يعني حاجة حلوة. بالراحة. بصوا ازاي بقى، ركزوا ازاي بنقفل اخر الطوق. طبعا لو في اي شمع او في اي زيادات بنشيلها. طبعا ايدينا بتتبهدل شمع، ده عادي طالما شغالين بالشمع. اهم حاجة زي ما قلتلكوا بحرص بحرص، عشان شغل الشمع ده الغلطة فيه يعني بفورة زي ما بيقولوا. اقص كده النهاية وابتدي اقفل عليها بالشريط الستان المضلع. بصوا برضو التقفيل كده ليه تكنيك معينة، مش اي تلزقة وخلاص يعني. برضو ليه خطوات معينة عشان حاجة تطلع مظبوطة.
فانتي لو بتفكري ان انتي تبدأي كمشروع صغير على قدك، انا بقولك ابدأي. مشروع التوك ده جميل وشغال طول السنة، وهتلاقي بقى عندك اعياد مناسبات مش عارفة ايه. فربنا يكرمكم جميعا يا رب ويكرمني معاكم. وانا عاملة القناة دي مخصوص عشان والله اساعد كل اللي عايزة تبدأ واعلمكم اللي عندي، يعني الحاجة اللي انا عارفاها اعلمها. كده خلاص احنا بطلنا الطوق تمام بالستان وبالشريط اللي بيلمع ده. نبتدي ان احنا نركب الفيونك. اول حاجة انا بحدد مكان الفيونك هركبها فين، وبعد كده ببتدي ايه الزقها بالشمع. بالراحة كده واحدة واحدة. بصوا يا بنات، يعني بجد شكله زي الجهاز بالظبط، متفرقيوش عن الجهاز. بس الفكرة ان انتي عاملاه بايدك، ده كمان الحاجة اللي انتي عاملاها بايدك بتبقى متينة عن الجاهز. اهم حاجة زي ما قلتلكوا في حاجات كده صغيرة ناخد بالنا منها علشان خاطر الشغل بتاعنا يعني ينافس الجهاز، يبقى احلى منه كمان. والموديلات يعني بصي عندك النت بحر موديلات، انتي بتختاري الموديل اللي انتي عايزاه وبتنزلي تجيبي الحاجات بتاعته. والحاجات يعني سهلة وبسيطة ومش مكلفة. لو هتعملي قطع، يعني لو عندك مناسبة عايزة تعملي لون الفستان مش عارفة ايه، هي بقرة شريط ستان وهتلمي الدنيا. احنا كده لزقنا الفيونكة اهي. هبتدي برضو اقفلها من فوق بالشريط ده. والله يا بنات مش عارفة الشريط ده الراجل قال لي على اسمه، بس انا مش فاكرة هو اسمه ايه. يعني بصي انتي لو هتجيبي زيه صوريه، خدي سكرين شوت كده للفيديو وقولي له انا عايزة زي ده. انا هنا كنت بجرب دي بشوفها، بصوا شكلها روعة روعة روعة، جميل قوي. غيرت كده شكل الفيونكة، خلت ليها منظر تاني. كان نفسي الاقي الوان تانية منه، بس ان شاء الله لو دورت هلاقي باذن الله. انا مش هيأس. هو كان فيه هناك عنده الفضي والذهبي، بس ما كانش يمشي معايا للأسف. كنت عايزة ألوانات كده اللي هو الأحمر النبيتي، الحاجات اللي هي دي على حسب الستان اللي أنا شارياه يعني. بالطريقة دي. شايفين يا بنات ازاي جميلة؟ والله بجد مش عشان أنا اللي عاملاها بس، يعني هي حلوة، احنا متفقين يعني.
طبعا بعتذر لو ايدي بتبعد كده، بس اللي هو مثلا ببقى مقربة علشان خاطر اقرب الشغل ليا ان انا اشوفه كويس او اشوف بحط الشمع فين او كده. اهو ده كده الشكل النهائي للتوكة. يا رب يكون الشرح كان واضح ومستوفي الخطوات وباين فيه كل حاجة، وربنا يوفقكم يا رب. لو في حد هيفتح مشروع، لو هتشتغلي لبنوتك، بجد هبقى مبسوطة قوي. لو في اي موديل عايزين ان انا انفذه زي ما قلت لكم ابعتولي الصورة بتاعته وباذن الله انفذه لكم مع بعض ونتعلم. انا ما عنديش مشكلة في اي حاجة، اللي هتطلبوه انا تحت امركم فيه. كل محتاجاه منكم بس الدعم، ونعمل اشتراك للقناة عشان ونفعل الجرس عشان يجيلنا اي تنبيهات لفيديوهات جديدة.